وفد التفاوض بقوات الدعم السريع يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. استقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السفير رمضان العمامرة بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي يوم أمس الأول. استقبل وفد التفاوض لقوات الدعم السريع الذي يضم كل من مولانا محمد مختار النور والأستاذ عز الدين الصافي والأستاذ نزار سيد أحمد بحضور السيدة كلمنتاين سلامي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وقوات الدعم السريع بما يسهل عملية توصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين في جميع أنحاء البلاد إلى جانب توفير الحماية للمدنيين. واستعرض الجانبان التحديات التي تواجه الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية. إلى ذلك لفت الوفد انتباه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى عمليات القصف الجوي الممنهج للطيران العسكري على المدنيين والمستشفيات ومصادر المياه والمرافق العامة، إلى جانب الإجراءات التعسفية التي يتخذها الجيش وميليشياته وعناصر النظام القديم ضد المواطنين على أساس الهوية والجهة، سيما منع المواطنين المنحدرين من مناطق محددة من استخراج الوثائق الرسمية، وكذلك القتل والتعذيب والاعتقال والتحفظ على أساس الهوية. وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتخفيف معاناة المدنيين. ارتفاع في درجات الحرارة في السودان وتحذير من الإرصاد الجوية.